أسعد الله أوقاتكم. الطريق إلى باريس 2024. الشعلة هي رمز الألعاب الأولمبية، وستصل إلى فرنسا في 8 مايو آيار من العام 2024 إلى ميناء مرسيليا على متن سفينة بيلين، إحدى أقدم السفن التي لا تزال تواصل نشاطها في أوروبا، وذلك بعد رحلة تستغرق 10 أيام في البحر قادمة من اليونان. وقبل إبحارها من أثينا يتم إيقاد الشعلة كالعادة لتنذر بوشوك موعد انطلاق الألعاب الأولمبية. بعد رحلة عبر 60 مقاطعة فرنسية، ستصل الشعلة الأولمبية إلى باريس في يوم العيد الوطني 14 يوليو تموز، وقد يتم وضعها في برج إيفل. تنطلق الألعاب الأولمبية يومان قبل موعد حفل الافتتاح الرسمي، وذلك في 24 يوليو تموز، بمنافسات في بعض الرياضات الجماعية مثل الركبي ب7 لاعبين وكرة القدم وكرة اليد. تدخل باريس في حلمها الأولمبي الذي يكون قد أصبح حقيقة، وستقيم حفلا افتتاحيا استثنائيا، إذ إنه سيجري للمرة الأولى في الهواء الطلق، وبالتحديد على نهر السين. ففي حدود الساعة 8:24 مساء تمر نحو 100 سفينة تقل مختلف الوفود المشاركة في الألعاب من جسر استرليتز إلى برج إيفل. ستشهد دورة الألعاب باريس 2024 عودة رياضة كرة القدم إلى المدينة التي ظهرت فيها للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية. تنطلق المنافسة في 24 تموز، أي قبل يومين من حفل الافتتاح. سيتنافس في المجمل 28 منتخبا، 12 في بطولة السيدات و16 في بطولة الرجال، مثلما كان الحال في دورة طوكيو 2020. وستلعب المباريات في 6 منشآت: باريس، ملعب حديقة الأمراء، ونانت، وليون، وسانت إتيان، ومارسيليا، ونيس، وبوردو. يشارك في بطولة الرجال 16 منتخبا بمجموع 288 رياضيا، 18 في المنتخب الواحد. سيمنح مقعد واحد لمنتخب اللجنة الأولمبية الوطنية للبلد المستضيف فرنسا، بينما ستتنافس اللجان الأولمبية الوطنية من حول العالم على المقاعد 15 المتبقية في بطولات تأهيلية. في بطولة الرجال، الرياضيون المولودون في أو بعد تاريخ 1 كانون الثاني من عام 2001 البالغون من العمر 23 عاما أثناء ألعاب باريس 2024 هم المؤهلون للعب في التصفيات المؤهلة ومباريات منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة، غير أنه سيسمح بإدراج 3 لاعبين ولدوا قبل التاريخ المذكور ممن تجاوزوا حاجز السن. في قائمة اللاعبين 18 لاعبا في المنتخب الواحد. ستوزع المقاعد 16 لمنافسة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن طريق البطولات التأهيلية كما يلي: أفريقيا، تمتلك القارة الأفريقية 3 مقاعد مباشرة في الأولمبياد ونصف مقعد من خلال مشاركة منتخب أفريقي في الملحق. الثلاث الأفريقي حدد بالفعل، وهم مصر والمغرب ومالي، وغينيا ستذهب للملحق لملاقاة منتخب آسيوي. أمريكا الشمالية الوسطى والبحر الكاريبي مقعدان فقط، وكان أول المتأهلين هو منتخب الولايات المتحدة. وسيصاحب بلاد العم سام في العاصمة الفرنسية منتخب جمهورية الدومينيكان. أمريكا الجنوبية يتأهل منتخبان مباشرة إلى الأولمبياد، يتم تحديدهما عبر مسابقة تحت 23 سنة. حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد هذه المسابقة المقرر إقامتها في فنزويلا. آسيا 3 مقاعد ونصف. يمكن الفوز بالمقعد الرابع عن طريق مباراة إقصائية ضد منتخب غينيا. تحتضن قطر بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لتحدد 3 منتخبات ستتأهل مباشرة للأولمبياد، وآخر سوف يخوض الملحق العالمي. ومن المقرر أن تقام هذه المسابقة في أبريل نيسان 2024. أوروبا 3 مقاعد مباشرة حسمت من بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي أقيمت في جورجيا ورومانيا، وضمن منتخب أوكرانيا التواجد في الأولمبياد بجانب منتخب إسبانيا صاحب فضية طوكيو 2020. يضاف إلى ذلك منتخب فرنسا الذي تأهل مباشرة باعتباره صاحب الأرض. أوقيانوس مقعد واحد، بطولة تقرر في وقت لاحق. البلد المستضيف فرنسا مقعد واحد. ستتنافس أفريقيا وآسيا في مباراة إقصائية لتحديد من الاتحادين سيمنح مقعد رابع.
في يوم الخميس 25 آيار من العام 2023 الماضي أجريت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما من عام 2024 في قطر المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك عقب الحفل الذي أقيم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويشارك في التصفيات الآسيوية 43 منتخبا، حيث ستكون هذه النسخة السادسة في تاريخ البطولة، وتقام التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 من سبتمبر القادم. وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات 4 منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة 3 منتخبات. وأوقعت القرعة منتخب السعودية حامل اللقب في المجموعة العاشرة إلى جانب كمبوديا ولبنان ومنغوليا، في حين جاء منتخب أوزبكستان وصيف حامل اللقب في المجموعة الخامسة بمواجهة إيران وهونغ كونغ والصين وأفغانستان. وجمعت المجموعة الأولى 3 منتخبات من منطقة غرب آسيا، هي الأردن المضيف وسوريا وعمان إلى جانب بروناي، في حين تجمع المجموعة الرابعة منتخبين من منطقة الغرب وهما البحرين وفلسطين بمواجهة اليابان وباكستان. وتضم المجموعة السادسة منتخبي العراق والكويت من منطقة الغرب إلى جانب تيمور الشرقية وماكاو. وتقام منافسات التصفيات بنظام الدور المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني لتنضم إلى منتخب قطر المضيف. وتشهد النهائيات مشاركة 16 منتخبا، حيث تجري المنافسات خلال الفترة من 15 من نيسان حتى 3 آيار من عام 2024. وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2022 في أوزبكستان، حيث جاءت المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة بالمستوى الأقل. وعن مشاركة منتخب قطر في التصفيات، فإن المباريات التي يخوضها الفريق في التصفيات سوف تعتبر على أنها ودية، ولن يتم الأخذ بها عند تحديد ترتيب المجموعة. وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، وهي البحرين والصين واندونيسيا والأردن وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية وطاجكستان وتايلاند وأوزبكستان وفيتنام، حيث تم وضعها في ذات الوعاء عند بداية القرعة. وكان منتخب السعودية توج بلقب النسخة الماضية من البطولة خلال شهر حزيران من العام الماضي، بعدما تغلب على أوزبكستان المضيفة في المباراة النهائية. المجموعة الأولى الأردن المضيف سوريا وعمان وبروناي، والمجموعة الثانية كوريا الجنوبية المضيف ميانمار غيرستان وقطر. المجموعة الثالثة فيتنام المضيف وسنغافورة واليمن وغوام. المجموعة الرابعة اليابان والبحرين المضيف وفلسطين وباكستان. المجموعة الخامسة أوزبكستان المضيف وإيران وهونغ كونغ وأفغانستان. المجموعة السادسة العراق والكويت المضيف وتيمور الشرقية وماكاو. المجموعة السابعة الإمارات الهند المالديف الصين المضيف. المجموعة الثامنة تايلاند المضيف ماليزيا بنغلاديش الفلبين. التاسعة استراليا طاجكستان المضيف ولاوس وكوريا الشمالية. المجموعة العاشرة السعودية المضيف وكمبوديا ولبنان ومنغوليا. المجموعة 11 تركمانستان وإندونيسيا المضيف والصين تايبي. في أمان الله.